ياما قلت عنك وغلبت شكوى منك، وحياتي الغالي عندك ابقى افتكرني. كلنا كنا بنسمع أسامة منير ونقعد نسهر معاه بالأيام والليالي. كلنا سهرنا وبلا استثناء على صوت حليم وهو بيقول على قد الشوق. وكلنا عشنا أيام وليالي مع حليم وهو بيقول نعم يا حبيبي نعم، أنا بين شفايفك نغم. النهاردة وإحنا في عيد الحب يسعدنا إن إحنا نتكلم عن الحب، ويكون معايا صديقتي الإعلامية الجميلة منى نافع. برحب بيك يا منى معايا في الحلقة. اهلا بيك يا رشا. فعلا ظهور موفق إن أنت تكوني موجودة معايا تسلمي في حلقة نتكلم فيها عن الحب. أنت أصلا منبع الحب. حبيبتي، تسلمي. لو تسلمي يا قلنا رشا. منى الحب دايما بيكون علاقة، لازم العلاقة دي تكون مبنية على احترام. اكيد. لازم يكون كل طرف بيقدر التاني، كل طرف بيحب التاني، كل طرف بيعرف يحتوي التاني. ده اكيد يا رشا، ده الف ب حب. يعني الحب من اروع الاشياء اللي موجوده على وجه الارض. اولا هو الحب ده واجب وفرض علينا. الحب معناه المجمل غير الخاص اللي دايما يعني كل ما حد يجي يتكلم يقول لك الحب ده راجل ست، راجل وست، يربطوا كده المفاهيم بكده. لكن الحب له معنى اعمق. الحب ده من الله للارض، هو البوابة اللي تدخلنا الجنة. الحب بيبقى حب الله ورسوله، حب أهلنا وولادنا، حب المجتمع وجيراننا وأصدقائنا. فالحب بمفهومه العام والمطلق معاني كتيرة جدا للحب. الحب زي ما احنا عارفين طبعا وهو أجمل حاجة في الدنيا. حب بين صديق وصديقه، حب بين أخ أكيد وأخته، أكيد. حب بين يعني حبيب الجيران وحبيبة. بمناسبة عيد الحب هركز قوي بقى. والشباب بقى، الشباب بقى. حب هركز قوي الشباب. على الحب اللي بين الحبيب مم. والحبيبة. الحب عمره ما كان عيون شتوية ولا صوت شتوي. لا، الحب صوت شتوي إيه؟ احتواء. صوت شتوي إيه؟ هو ربنا لما خلق الكون خلق 4 مواسم. الشتوي ده يعني حاجة، الشتاء إيه؟ صقيع، برود، تقل دم. بالظبط. فالصوت الشتوي ده معلش يعني خاص كده. الست لازم تكون كل المواسم. الست المصرية يعشقها كل رجال العالم. ليه؟ لأنها مختلفة ومتنوعة. كل المواسم، هي الشعنونة والمجنونة، هي الروشة وهي الأم والبنت خدتيني والحنينة. للسؤال كنت هي لسه هتكلم عنه، وكنت لسه هقول ايه هي مواصفات الست اللي احنا نقدر نقول ان الراجل بيحبها، او بتلفت نظر الراجل، او بتجذبه، او فعلا نقدر نقول ان هو بيحبها. على الرغم ان احنا دلوقتي في عالم السوشيال ميديا وتعدد العلاقات والحب اللي هو ايام حليم ده ما بقاش موجود دلوقتي تقريبا. لا، البركة كانت زمان، دلوقتي ما فيش بركة في الحب. لا، هو الحب بيختلف، هو نسبيا. فيش راجل بيحب في المطلق كده ست معينة. يعني في راجل يحب الست عشان تطبخ كويس، في راجل يحب الست علشان خاطر بتتكلم حلو، بيعجبه جسمها، بيعجبه فكرها، بيعجبه اسلوبها في الكلام. فهي باختلاف الرجل نفسه. الرجل نفسه عاوز ايه من الست. والرجالة برضو نسبيا. حب الرجل للست ده نسبي. مش كل الرجاله طلبها حاجه واحده. مفيش قاعده ثابته لحب الست للرجل ولا حب الرجل للست. بس في بقى ايه شواذ، في القاعده، لكل قاعده كده شواذ. اهم حاجه في الحب الاحتواء. وال... حاجتين. والامان. ما انا لسه كنت هقول الاهتمام الاحتواء ده اللي مترتب عليه الامان. كل ما اللي قدامك تحسي ان اكيد انت قلبه سكن ليكي. اكيد. إيه، الامان ده كل حاجه. كل ما الست تحسي عايزه ان من الراجل هو الامان. بيتك، قلبه تمام بيتك. تمام يا رش، تمام. تحسي بقى دي اعلى درجه من درجات الحب، ان هو يكون هو سند، الوطن. امان. وطن. الرجل يكون بالظبط. وطن للست. بالظبط. وهي كمان لما بتكون مخلصة في حبها له بتكون الأم والوطن والحبيبة والعشيقة وبنته وأخته وسنده وظهره وكل حاجة. وهنا بقى الاحتواء ده اللي هيوصلنا لحاجه حلوه قوي، اللي هو الاستمتاع في الحب. الله. وهنا بقى ما بقصدش متعه جسديه، مم. انا بقصد متعه روحيه. طبعا. ان الحب الروحي ده من أجمل الحاجات. الحبيب طبعا. بيتمتع كده يعني بصي بضحكه حبيبه، أيوه. بكلامه، ومش شرط تكون جميلة. بشقاوته. يعني مش شرط تكون مقاييس الجمال للبياض والطول، وممكن تبقى مقاييس الجمال مختلفة أصلا، بس هو بيحب الروح دي. وهو ده، لسه انتي كنت قلتي هقول كلمة جميلة حب جدا الروح. يا رشا، هو حب الروح. حب الروح. لأن الحب أنواع. مم. في حب العقل، راجل يحب بعقله، يبقى عايز الست اللي ايه مصلحتها هتتماشى معاه. وفي حب القلب. الراجل بيحب الست الذكيه،
مش الست نسبيه. النحنوحه. نسبيه. مش لا الست النحنوحه اللي ايه، لا بتطبطب. اللي من صوت هو- شتوي لا. قلنا خلاص بقى احنا مش عايزين الطاقه السلبيه تدخل، احنا عايزين المكان يتملى طاقه ايجابيه. والحب طاقات، يعني الحب بالظبط. ده لو كان حب الخير والسعاده وحب الاهل وحب انك تحزني لحزن الغير وتفرحي لفرح الغير. وفي بالظبط. حب تاني بيجيب طاقه سلبيه، خلي بالك يا رشا، بيجيب طاقات سلبيه. حب التملك، حب السيطره، حب النفوذ والشهوات، ده كله بيجيب طاقات سلبيه. فربنا يبعدنا عنه يا رب ويعافينا من حب المال. يا منى، هو الراجل بيحب ست واحده ولا ممكن يحب لا الراجل اكتر من عينه ست؟ زايغه. انا كنت قايله كده حاجه على السوشيال ميديا عندي، الراجل دايما طبعه، انا كنت بقولها بهزار بس هو اغلب الرجاله يعني كل قاعده شواذ، الشواذ في الراجل بيبقى مخلص، احنا لكن معانا القاعده مداخله الثابته الاول. انه عينه زايغه. لا خلقت ربنا احنا كده لازم عينه نرجع زايغه. لحته العين الزايغه دي، لان بصي انا عايزه اركز عليها خلاص ماشي قوي اركز لانها معاكي. منتشره قوي الايام دي، عايزين نلفت نظرهم لحاجه مهمه. بس ناخد الاتصال ده. مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، نورتنا. انا مبسوط جدا اني بسمع حضرتك والله يا فندم، وضيفة حضرتك الجميله جدا ما شاء الله عليكم. تسلم تسلم. نورتنا يا فندم. بتتكلموا بقى عن الحب، ربنا الحب يعزك يا ده رب. شيء جميل جدا، يعني الحب ده اسمى حاجه في الدنيا وحاجه جميله جدا. اكيد اكيد. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. هو حضرتك مرتبطه؟ ده مين؟ ده انا ولا هي؟ انت بتسال مين بالظبط؟ لا حد؟ حضرتك، انا عايز اتجوز حضرتك، ممكن؟ حضرتك يا رشا مرتبطه انا ولا الاستاذه منى؟ الدكتوره اللي بتكلمني دلوقتي، مرتبط. انت انسانه جميله جدا. ميرسي يا فندم، ميرسي. بس ده من ذوق كل حضرتك سنه والله. وانتم طيبين يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب طيب، وبخير. خير وسعاده. ميرسي. الناس الجميله دي اللي متابعه البرنامج. نرجع. لا ده هو كده بيطلبني على الهوا، فنرجع. نرجع تاني لسؤالنا. والراجل اللي بيحب كذا ست، في حد كده بيحب من دي شقاوتها، وبيحب من دي جسمها، وبيحب من دي عيونها، وبيحب من دي سهوكتها، ماشي، وبيحب من دي طبطبتها، وبيحب من دي الاحتواء اللي هي بتديهوله، وبيحب من التانية رجولتها وانها بتقف معاه في المواقف، وكأنه عايز يقطع من كل واحدة الحتة اللي بيحبها ويعمل ميكس بمزاجه. وفي ست شامله كل ده. عارفه ان الستات المصريه دونا عن ستات العالم هي المتميزه بالتنوع ده؟ انفراد. تبقى النعكوشه والفرفوشه، تبقى الشعنونه والحنونه، بتبقى كل الحاجات. تحسي مثلا لو غارت عليه تبقى زي يعني طاقتها بتعلى وتقلب الدنيا، وفجاه كده تلاقيها زي البيبي الصغننه بنته عماله تعيط في حضنه وتقول له معلش انا اسفه مش عارفه. فهي كل الحالات الست المصريه، وبتتميز بجمال روحها. الست المصريه دي جميله الروح. فدايما كل رجاله الكون كله، العربي والاوروبي والامريكي، يحب الست المصريه بلونها وجمالها وخفه دمها ودلعها وشقاوتها. هي كل الحاجات. الست المصريه دي فوق الوصف. والكل قاعده شواذ تلاقي كسر القاعده اللي هي الست اللي دمها تقيل. الراجل لو بيتحملها الست النكدية عشان الدنيا تمشي وخلاص. والست النكدية. والنكديه النكدية لا ده اللي اصحابها ما تلاقي- يتقبلوهاش. يعني انت عارفة ان هي انا كواحده ما اتحملش ست بتبقى النكديه، فاكراه نوع من مزعجه. ان هي بتشده يهتم بيها، لا فدايما لا لا ده تنكد بتنفره. دايما انا تعبانه، انا مش عارفه ايه، لا انا أكيد، عندي ظروف في أكيد. البيت، لا ده انا بعيط، أكيد. لا ده انا مش عارفه. أكيد. الراجل اصلا ما بيحبش الست اللي تنكد عليه. لا هو بيمشي الليل عشان الولاد. دايما الست النكديه لو الراجل فضل معاها هو بيمشي الليل، لكن لو راجل بيفهم بينزعج بالموضوع بيفصل العلاقه خالص. الست النكديه كطبع مش منفره لاصدقائها البنات حتى. يعني انا لو ليا صديقه دمها تقيل ونكديه كده، لا ابعد خلاص، اتجنبها شويه، اقفل خالص بابها. ما بالك الراجل اصلا بيحب الست الفرفوشه، والست تحب الراجل الفرفوش. الست بتحب في الراجل حاجات كتير قوي. بتحب الراجل السند اللي يقف في اهم ظهرها في حاجه المواقف، اهم حاجه السند. اللي يبقى بيتها وعزوتها واهلها، اللي لما يحصل حاجه تجري يا منى وتستخبى في حضنه. صديقها اه اهم من كل شيء انه يبقى صديقها، صديقها زي وقت اخوها وابوها، بالظبط. وهو السند والوطن. وقت ما حقيقي يا تكون رشا. عايزاه صديق بتلاقيه صديق، حقيقي ويفهمها وتحكي حقيقي. له، ومفيش حقيقي. غيره ومفيش شك. خلي بالك ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه حب الروح. ما انا كنت جاي لك بقى في الكلام. بعد حب العقل وحب المصالح خد ودي، هو حب برضه، بس انا هاخد منك ايه عشان ادي لك ايه؟ في هناخد حب القلب. المكالمة، نرجع اتفضل. لحب الروح تاني. اتفضل. مساء الخير.
مساء مساء الخير. الخير. معانا الإعلامية أمل زهران. رشا حبيبتي منوره الشاشه كالعاده، حبيبتي والنهارده أمل. حلقه بصي يعني بجد طاقه كلها ايجابيه، وانت جميله، والاستاذه منى منوره بكلامها تسلمي. التحفه الجميل ده. حبيبتي يا تسلمي. نجمة، دايما منورة كده كل عيد الشاشة. حب وانتوا بخير وصحه وسلامه يا رب. كل سنة طيبة. وانتي طيبة وجميلة وزي القمر، وأحلى بوسة ممكن مني ليكي على ربنا الهوا. ممكن اعمل ايداء بقى؟ ممكن اه تديني لسه كنت مساحة؟ هقولك، أنا لسه كنت هقولك تحبي تهدي اه رسالة أو بصي، تهدي باقة ورد لمين يا أمل في عيد الإهداء الحب؟ بصي ليكوا كلكم وكل الكاست وكل اللي موجودين في القناة، بحبكم جدا كلكم، وكل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسلامة، وفي شخص اهدي له إهداء قدام الدنيا كلها، واللي ربنا يخليك ليا واللي جاي أحسن، إيدي في إيدك، وهنكمل كل حاجة مع بعض خير بإذن الله. ممكن نعرف مين يا نجمة؟ لا خليها مفاجأة بقى، خليها مسابقة، واللي هيعرف يطلع معانا حلقة إن مفاجأة. شاء خليها الله. مفاجأة، بس كل اللي مفاجأة، أقدر أقوله مفاجأة. ربنا يخليه ليا قدام الدنيا كلها. نورتينا يا يخليكم أمل ميرسي ليك باتصالك. وشكرا ليك. كل ربنا سنة وانت يخليكم طيبة يا لبعض. حبيبتي، كل سنة وانت طيبة. بنرجع تاني لحب الروح، والحب اللي هو سكن، والراجل اللي لما تحتاجيه تلاقيه، الراجل اللي راجل بجد. ببقى عايشة مع راجل، مش عايشة مع بنت خالتي، مم. ما لهوش في مواقف معينة ومواقف تانية ما لاقيهوش. لا، أنا عايزة حد، أنا لما طاقة الحب دي طاقة فطرية طبعا. تطلع مننا احنا، ما يعني احنا ما بنعملهاش، او احنا ما بنتصنعهاش. ما تقدريش تتصنعي انت بتحبي حد. لا. انت لما بتحبي حد بتلاقي روحك مخطوفه ليه، طبعا. عينيكي لمعه الحب، طبعا. طبعا اهم حاجه. العينين بتلمع، بتبان فيها، بيبان ان انت بتحبي بجد. طبعا اهم حاجه حب الروح ده. اللي قبل الروح حب القلب. حب القلب ده ان قلبك يدق الانسان لما تسمعي صورته، لما تشوفي صورته او تسمعي اسمه او تشوفيه، ويوجعك جدا لو بعد عنك او فرقك. وبعدين في حب العشره. حب العشره اتنين عايشين مع بعض فتره طويله، بينهم تفاصيل حياتيه ويوميه، بس لو بعد ما فيش اي مانع، ما فيش مشكله، هو عشره وخلاص، متعود عليه، اللي هو التعود. حب الروح بيشمل كل انواع الحب اللي فاتت دي كلها، واصعبها واشرسها، وفخ كبير جدا اللي بيقع فيه. هاجي عند حته العشره والسند يا منى، وهوجه رساله شكر لزوجي الغالي الدكتور اسامه النبراوي، واقول لك كل سنه وانت طيب يا سمسم، وكل سنه وانت منور الدنيا كلها، ده انت مدلعه وعقبال خالص. مليون عيد جميل. حب وانت موجود معانا. شكرا على دعمك ليا، وشكرا على وجودك معايا، وشكرا على وقفتك الجامده معايا. ويا جماعه انزلوا بالصوره كده علشان ايه يعني كل سنه وانت منور حياتنا. وبجد كل الحاجات الحلوة اللي في حياتي دي طبعا بوجودك وبسبب وقفتك معايا، وكل سنة وانت طيب. وطبعا كنت لسه هتكلم على الغيرة عشان انا بخنقك بغيرتي عليك، بس عشان انت تستاهل بس. ومليون بوسة ليك يا ماما، حماتي مامة الدكتور أسامة، علشان جبت لنا السكر اللي منور حياتنا. نرجع لمنى ونكمل كلامنا على العشرة. في حب الاهل كمان. حب العشره ده بيجي ممكن للراجل وممكن للاهل. يعني البيت اللي كله حنان بيخرج منه اولاد كلهم حنيه وعطاء وحب. الاب الجميل، انا اقول دايما يعني بوجه كل الاحترام لوالدي الله يرحمه، لانه ربنا على الاحتواء قوي، كان يحب اسرته ويحب امي ويحب كل تفاصيل حياتنا. اسري، كان اسري، وربنا على الثقه بالنفس، وغرس فينا تقدير الذات، غرس فينا قيم كتيره جدا الله يرحمه. أنا عايزة اما أقول امي لك دي بقى حب حاجه الأب، تانية لوحدها. حب الأب اتفضلي. بالذات يعني. لا ده السند، ده السند، ومن بعده حتى مهما كان الزوج سند، يرحمه. هو برضو لا يضاهي سند الاب، لا احنا اللي هو أنا- بتتدلع عليه. مهما توصل مرحله الدلع ممكن الزوج يتخنق، الاب ما يتخنقش، انا عايزه اقول ان بتحملك بعيوبك الاب ومميزاتك كل الاب حاجه. دايما اقرب حد لبنته. انا كان طبعا ما معايا بابا تدلعش الله اللي عليه. يرحمه، طبعا انا كنت بحس ان هو قدام كل الناس كده، كنت ببقى فرحانه قوي وانا حاطه ايدي في ايده، ما شاء الله. فرحانه قوي وانا ماشيه معاه في الشارع. الله يرحمه. فعلا كان الاخ والصديق والحبيب وكل حاجه. انا لما كان بينزل لي الجامعه كانوا بيفكروا ان هو خطيبي من الاطمئنان، الكيمياء اللي بيني وبينه. الاطمئنان، الامان، هو الامان بصي اللي ما فيش بعده امان. مهما كان الزوج حقيقي. فيه درجه امان عاليه، حقيقي. نادرا ما تلاقي واحد لا يمثلك يقارن. الاب. لا يقارن. بتتخذلي برضه لا في يقارن. خذلان لازم يجي، لا يقارن. حقيقي.
والام برضو لما بتكون عندها عطاء وحنينه وطيبه، بوجه طبعا كل التحيه لامي، بقول لها كل سنه وانت طيبه يا ماما، وكل سنه يا رب وربنا يبارك في عمرك ويخليكي لينا. امي دي عايزه اقول لك هي احلى ام في الدنيا، اجمل ام في الدنيا، رمز العطاء والكرم. كانوا اصحابنا يجوا لماما حتى لو ما لقوناش يقعدوا معاها، هي دمها خفيف، حتى لو الواحد عنده شكوى تحسي انه، انا كنت دايما اقول لها انت احسن من 1000 دكتور نفساني. تقعدي معاها قاعده تخرجي كأن ما فيش اي حاجه. الست دي طيبه جدا وعندها نسبه عطاء فطري لا تتخيليه. دي اهم حاجه. كل تحسي بالحنيه موجوده في البيت قبول. منها، عطاء، قبول والعطاء. فاتحه بيت لكل الناس، موجوده بتعطي، بتعرف بتجبر تحتوي بالخاطر، اي حد يقعد بتساعد معاها. اي حد، الصغير قبل الكبير. الطفل الصغير تقعد تنزل لمستواه، كبير يتكلم، حكيمه بالفطره، عندها نسبه عطاء وحنيه تملى الكون. الغيرة يا ربنا منى. يبارك في عمرها يا رب. ربنا يخليها يا رب ويحفظها. ازيك يا ماما؟ هي شايفانا نسيت أجيب دلوقتي. صورتها. كل سنه وانت طيبه يا كل ست سنة الكل. وانت طيبة كل يا سنة ماما. وكل امهاتنا بخير وسعاده، وان شاء الله يبقى في حلقه ثانيه عن ان شاء الله في عيد الحب نكمل، عن اصل الكلام في الحب كتير الامهات. جدا. فهرجع برضو للحلقه بتاعتي ومحور كلامنا النهارده الحب. الغيره. هل الغيره مطلوبه في الحب؟ وامتى الغيره تبقى مش مستحبه؟ وخاصه لو الغيره قلبت بشك. لا، هي الغيره مطلوبه. الانسانه البارده دي اللي ما بتغيرش على جوزها، لا، او اللي عامله نفسها عاقله. اصل الغيره مش تمثيل. العقل اقصد مش تمثيل. مش عشان انا، يعني انا شفت جوزي مثلا او شكيت لحظه انه بيكلم حد، لو مثلت ان انا عاقله جدا وانا هحتوي الموضوع، انا ممكن احتوي الموضوع، بس لازم اطلع النبالم بتاعي، الانفجار بتاعي لازم. والغيره ممكن هي نسبيه برضو، يعني ممكن اطلعها بشكل، بس لازم تخرج، بس بشكل مش ما يخنقش. بس في غيره تخرج. بس لازم ما يخنقش. لا يعني انا النهارده اكلمه أو الساعه شك. 8 الصبح، يا حبيبي انت عامل لا ايه؟ مش وصلت لا الشغل لا ولا ده لا؟ دي ضغط. بعدها لا 8 ونص، ايه يا حبيبي بتعمل ايه؟ انت لا دي خلصت سيطره، دي سيطره، حب تملك، دي مش غيره، ده حب تملك. ما هو ده الفرق بقى. بصي في شعره، كل ست لازم تفهم ان في شعره بسيطه جدا بين انك تخنقيه وتضغطي عليه وتحاولي تسيطري عليه. هو على فكره مفيش راجل بيتسيطر عليه. نادرا ما تلاقي راجل بيتسيطر عليه. حقيقي. الراجل اللي بيحب يعمل، لو ما حبكيش من قلبه مش هيخلص لك من قلبه. هيعمل اللي هو عاوزه بره بدون ما تشعري. فهو لازم اصلا تفك يعني تكوني مريحه، تكوني بسيطه ومريحه. وهو كمان مطلوب منه انه يكون مريح وبسيط، مش برضه واقف. اصل في رجاله برضه واقفه على دماغ الست، رحتي فين وجيتي منين، وغيره قاتله تخنق. وفي غيره تودي للشك. ده بقى اللي مش مطلوب جدا، بيحتاج علاج. الراجل بيحتاج علاج في الموضوع ده. الست اللي بتحب حد قوي 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 لدرجه بقى نقول عليها ايه؟ دي بقت مدلوقه. لا مش حلو، ما خلاص احبش كده بقى. لا لا لا، ما احبش لا مش مطلوب، مش مطلوب. كل حاجه حاضر ونعم، وهغير نفسي علشانك، وهعمل ده علشانك. من وجهه نظري انا الشخصيه، وطبعا انا هتناقش معاكي في الحته دي، كل ما انا بديله زياده واقدم تنازلات، هو بيشوف نفسه عليا اكتر، هو بيحب نفسه اكتر. مظبوط يا رشا. لحد ما بتوصل لمرحله بيبقى ملهاش اي قيمه، بيدور على غيرها، لان الراجل بيحب الست اللي عندها شخصيه. ايه رايك في الكلام ده؟ مظبوط طبعا، كلامك مظبوط. لو الراجل طلب كل حاجه لقاها موجوده متوفره، او هي بقت المطيعه لدرجه الملل، ما هو انت بتوصلي لمرحله الملل معاه، لا هينفر منك. الراجل لو حطيتي قدامه خروف، تمام، فضل ياكل من الخروف ده، هيمل ويقول لك شيلي بقى، هيدور على فرخه. لا هيدور على بسكوته، اديله حته بسكوته، وشويه كده اما يجوع ويطلب تديله حته بسكوته، يفضل البسكوت موجود العمر كله. انما تحطي له الخروف دب كده قدامه، لا طبعا حاجه. الراجل والست والعكس برضو، الراجل اللي يبقى مدلوق قوي على الست لا، بس في ستات تحب ده القديم، في فرق. وفي استغلال. لسه كنت اقول لك، في ستات تستغلها، بتحب تحس انها مرغوبه، فبتحب تحس اللي قدامها مدلوق عليها، بيحبها، بيتصل بيها، بيهتم بيها. انا من الستات اللي احب الراجل المدلوق عليا، واحترمه، وانا جدا، واحس بصي وكرامته تبقى فوق دماغي والله العظيم. وانا جدا احب مدلوق عليا ويغير عليا، بس الغيره اللي هي ما تخنقنيش. خلي بالك الست مهما اتخنقت من الغيره بتبقى حابه الراجل الحمش كده اللي بيغير عليه، تحس بانوثتها معاه. دي فطره ربنا في اي انثى على وجه الارض. انما البرود ده مش مطلوب لا من الست ولا من الراجل. انما الراجل لما يبقى مقدام، في ستات اللي شخصيتها كويسه جدا تحب الراجل المقدام، اللي يتحدى الدنيا عشانها، السند القوي اللي يحميها، اللي اي مشكله تقع فيها سندها، ولو غلطانه قدام الناس يداري في عيوبها ويتحمل عيوبها، وبينه وبينها بقى حوار لطيف. في حاجات معنويه يا منى
كتيره جدا، روحانيه كمان. بتتعطي او بتتاخد مم. اهم 1000 مره من مم. الحاجات الماديه. يعني في ست تحب الراجل اللي يجيب لها هدايا، اللي يعبر لها عن حبه بالهدايا. يعني انا شخصيا، يعني لو هتكلم عن نفسي، بحب الراجل اللي يعبر عن حبه معنويا، بيبان في بكلمة. عينه، بس باحاسيس صادقه فعلا بتبقى ظاهره. يعني في ناس بتقول لك اصل الحب ده افعال مش اقوال. طبعا تمام، دي كلمه مهمه جدا. الكلمه مهمه. الستات بالذات بتتاثر بالكلمه. مم. يعني احنا بنعتبر الكلام الحلو زي ايه؟ زي المكسرات اللي على التورته، طبعا. طبعا. زي الشوكولاته اللي على التورته. ما ينفعش طبعا. تاكلي تورته من غير مكسرات. طبعا. بالظبط كده. فيعني الافعال والاقوال بيكملوا بعض، صح؟ والافعال اكتر. في ست تحب ان كلام الكتير ما بيهزهاش، ودي الست على فكره اللي شخصيتها كويسه، مهما قلت لها في حب هي محتاجه كلام الحب، لكن كتير من غير افعال لا، ما بتصدقش، عايزه افعال، بتشوف منك افعال. دي الست اللي شخصيتها قويه وشخصيتها محترمه. فالكلام كتير جدا عن الحب يا رشا، كلام كتير حبيبتي يا جدا منى. ومجاله كتير جدا. هيبقى في كلام وكلام وكلام، بس طبعا بما اننا اتكلمنا عن الحب ما ينفعش اعدي الحلقه دي من غير ما اقول كل سنه وانت طيب يا ملكي، كل سنه وانت ناجح الاعلامي الراقي محمد الملكي، كل سنه وانت طيب يا ملكي، كل سنه وانت منور الدنيا كلها، كل سنه وانت دينامو مدينه الانتاج الاعلامي فعلا، كل سنه وانت طيب يا احمد يا عساف. الاعلامي الجميل احمد عساف، نجم برنامج حلم حياه. كل سنه وانتم طيبين. وهعرض فيديو دلوقتي، او كنترول هيعرض لنا فيديو دلوقتي للاعلامي الخلوق الاعلامي احمد اسامه. كل سنه وانت طيب يا احمد، كل سنه وانت بخير وصحه وسعاده، وعقبال مليون سنه سعاده يا رب، وعقبال سنين كتير وانت في فرحه وسعاده وهنا بمناسبه عيد ميلاده طبعا يا منى، لان احمد عيد ميلاده بكره كل سنه باذن وانت الله. طيب يا احمد، كل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل القائمين على القناه بخير وطيبين وصحه وسعاده يا رب. ننزل بالفيديو. شمعة ورا شمعة حنقدها، غنوة ورا غنوة حنعيدها، عيدك وده يومك ودي ليلتك، أهلك وحبايبك مع عيلتك، سنة ورا سنة ورا سنة، الحلم عشانك يستنى، بينا سنا وجيراننا، صوتك ليه شنا وليه رنة، شمعة ورا شمعة حنقدها، غنوة ورا غنوة حنعيدها، عيدك وده يومك ودي ليلتك، أهلك وحبايبك مع عيلتك، سنة ورا سنة ورا سنة، الحلم عشانك يستنى، بينا سنا وجيراننا، صوتك ليه شنا. كل سنه وانت طيب يا احمد، كل سنه وانت راجل وانت محترم وانت ناجح وانت حاجه حلوه في حياه كل اصدقائك. بشكرك جدا يا منى على تسلمي وجودك يا معايا رشا، أنا اللي النهارده. بشكرك بشكرك على ومبسوطة الحلقه جداً. الجميله دي، بوجه تحيه لكل القائمين على القناه، وكل وعقبال سنه وانتم مليون طيبين. سنه سعاده واحنا كلنا مع بعض. إن شاء الله استنوني هنقول. الساعه 2:30 باذن الله هكون موجوده معاكم في حلقه جديده من برنامج شبابنا مستقبلنا.